السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، أنا عمر خالد، وإن شاء الله النهاردة هيكون فيديو مهم جدا 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 من النهاردة لبكرة. الفيديو ده أنا هقولك على صيغ التطبيقات للموبايل، لنظام الويندوز، لنظام لينكس، للماك بوك، للآيفون، لكل حاجة من الآخر كده. النهاردة الفيديو ده هيكون فيديو تعليم بالنسبة لك عزيزي المشاهد، والفيديو ده هيكون مهم جدا ليك، عشان لو انت اتحطيت بقى في مرة ووقع في ايدك جهاز ماك بوك عليه طبعا النظام بتاع شركة ابل، او وقع في ايدك جهاز شغال بنظام لينكس او الويندوز او الموبايل، تبقى عارف صيغة التطبيق ايه او صيغة الملفات هي ايه. فانا النهاردة هعرفك على صيغ كتير، فانت تركز معايا في الفيديو دوت للنهاية، لانك ان شاء الله هتستفيد. ويلا نبدأ. اول حاجة خالص هنبتدي بيها وهي نظام الاندرويد. نظام الاندرويد بيشتغل ازاي؟ التطبيقات اللي بنثبتها عليه لما بننزلها من المتاجر الخارجية، او حتى بننزلها من على الجوجل بلاي ونعمل لها نسخة احتياطية على جنب، بتشتغل ازاي؟ في حاجة يا جماعة اسمها صيغة ال APK. الصيغة دي يا جماعة هي صيغة التطبيقات بتاعة الاندرويد. وطبعا في صيغة تانية وهي ال XAPK، دي زيها زي ال APK، ولكن دي بتحتاج برامج خاصة عشان تتعامل مع الصيغة دي، عشان تشتغل وتثبت عندك على الموبايل ويثبت لك التطبيق. طيب اي حد يقول لي طب عادي يعني يا عم عمر، في اي برنامج انا اقدر اشيل حرف الاكس ده واخليها اي بي كي بس واثبت البرنامج على انه اي بي كي؟ احب اقول لك عزيزي المشاهد، هي فكرة حلوة ان شغلت دماغك بطريقة جامدة انك تحول الملف، ولكن ده ما يتعملش مع التطبيقات، ده يتعمل مع الموسيقى، الفيديوهات بس. انما هتيجي تجربها في تطبيق، فانت كده بوظت الملف، مش هيشتغل اصلا. فانت بتنزل برنامج اسمه XAPK Installer من على جوجل بلاي، وبيتعامل مع الصيغة. تاني صيغة معانا وهي صيغة تطبيقات الويندوز. ايه هي الصيغة؟ هي صيغة ال EXE. لو انت بتنزل برنامج من جوجل كروم، والبرنامج ده ما نزلش بملف مضغوط، الحمد لله نزل لك التطبيق اللي هو ملف السيت اب بتاعه، وانت خلاص هتسطب التطبيق، فبتلاقي اسم التطبيق بعد كده دوت اي اكس اي. فدي الصيغة بتاعة الملف، تمام عزيزي المشاهد؟ فطبعا ده هينقلنا للصيغة اللي بعدها، ودي هنخليها ضمن الصيغة دي، لان برضو هي مهمة زيها زي الصيغة دي. وبالنسبة للموبايل برضو هي صيغة ال ZIP او الزاب. طيب الصيغة دي ايه؟ دي صيغة الملفات المضغوطة. بمعنى انا دلوقتي بنزل برنامج اسمه وينرير، ناس كتير اكيد تعرف البرنامج ده لو انت مستخدم بي سي. البرنامج ده بيفك ضغط اي حاجة، انت بقى جايب لعبة، جايب برنامج، جايب اي حاجة، البرنامج ده هيفك لك الضغط بتاعها. وطبعا بالاصدار الجديد بتاعه الجامد بصراحة، كل ما تحدث البرنامج تاخد منه اداء افضل واحسن ومطور اكتر. صيغة ال ZIP دي تعمل ايه؟ دي عزيزي المشاهد الملفات المضغوطة. طيب اي حد يقول لي ايوه يعني ايه ملفات مضغوطة؟ بمعنى عزيزي المشاهد ان مثلا انا عملت ضغط لفولدر مساحته 10 جيجا، ممكن يبقى 9 جيجا. فهمت عزيزي المشاهد؟ ده طبعا مثال بسيط جدا جدا، تمام؟ فاتمنى انك تكون فهمت الموضوع ماشي ازاي. بتبقى حاجة اسمها ملفات مضغوطة عشان تكون حجمها اصغر من حجم الحاجة الاصلية، ولكن ما تخافش، الحاجة الاصلية بتكون موجودة في الملف ده، ولكن مساحتها بتكون مضغوطة. وما تخافش، الملفات بتاعتك ما بتنقصش خالص. ننتقل الى ثالث صيغة لأنظمة اللينكس. أنظمة اللينكس بتشتغل بصيغة ال DAB. وطبعا الصيغة دي يا جماعة للتطبيقات اللي بتشتغل على نظام لينكس. لو انت من مستخدمين نظام لينكس فأكيد هتلاقي صيغة الملف بتاعك ال DAB، هتلاقي التطبيق جنب الصيغة دي، اسم التطبيق بعد كده دوت DAB. فأتمنى انك تكون فهمت الصيغة بتاعتك يا مستخدم لينكس. رابع صيغة معانا وهي صيغة أجهزة الماك بوك. اكيد ناس كتير معاها ماك بوك، ولكن لازم تعرف صيغة التطبيقات اللي بتنزل على الماك بوك بتكون ايه. والصيغة دي بكل اختصار هي ال DMG. ال DMG هي الصيغة بتاعة أنظمة الماك بوك، تمام؟ فأي تطبيق هتنزله يا هينزل معاك بملف مضغوط،
يا اما هينزل معاك بصيغة ال DMG. خامس صيغة معانا وهي لأجهزة الايفون وهي ال IPA. طبعا كل تطبيقات الايفون بتشتغل بصيغة ال IPA، ولكن ايفون اصلا ما بتنزلش تطبيقات بالصيغة دي اساسا من خارج المتجر الا طبعا في تحديث iOS 17 لو انت حدثت الموبايل بتاعك للتحديث ده، وطبعا لو موبايلك بيدعم التحديث دوت. فاتمنى ان الفيديو ده يكون مفيد ليك، واتمنى اني اكون ما طولتش عليك عزيزي المشاهد، والفيديو ده يكون مفيد ليك وانك استفدت منه باستفادة كبيرة جدا جدا جدا، وانه ان شاء الله هينفعك باذن الله بعد كده. وبس كده، اترككم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.